خالص هسأل حضرتك سؤال نقفل بيه ملف البث. هل حضرتك الأستاذ ممدوح عباس بمنتهى الصراحة كده بيستعرض عضلاته على حساب الكابتن حسن حمدي في وجود أو في إصراره على أن هو يعمل مناقصة تدخل 100 مليون أو 150 مليون أو الأرقام اللي احنا بنسمعها دي؟ ممدوح عباس مع احترامي الكامل ليه شخص غير عارف لأغلب قوانين وقواعد الرياضة، وآخر تصريحاته المضحكة المبكية إن طب ليه ما نلعبش الدوري بدون الأهلي؟ هذا التصريح فقط يكشف حجم ثقافة وقدرة ممدوح عباس على التواجد في العمل الأهلي الرياضي. شخص لا يعرف كيف يدير ناديا تردى إلى أدنى مرحلة واتحط في مكان يدير منظومة أكبر، وبيقول عشان نلعب الدوري من غير الأهلي. طيب هل هو سأل نفسه هل النادي الأهلي اعترض على إقامة الدوري عشان يستبعده؟ هل النادي الأهلي رفض؟ هل النادي الأهلي حط العراقيل عشان الدوري؟ بالعكس، النادي الأهلي عايز الدوري يتلعب زي ما الزمالك عايز الدوري يتلعب. كون في مجموعة من جماهير النادي الأهلي بترفض عودة الدوري، علاقة مجلس إدارة النادي الأهلي أو لاعبي النادي الأهلي بهذه المجموعة، خصوصا أن هناك مجموعة من جماهير نادي الزمالك بترفض أيضا عودة الدوري. بس أنا مش معاك يا دكتور علاء في حتة الأستاذ ممدوح عباس في إدارة ناديه. هو راجل بيدير النادي معاه مجموعة، داين النادي لحد دلوقتي بحوالي 50 مليون جنيه دافعهم. راجل محب جدا للنادي. حلو قوي، راجل محب جدا. لما أجي أدور على الناس المحبين لنادي الزمالك هحط ممدوح عباس في الطائفة الأولى. إنما ليس كل محب قادر على الإدارة. الإدارة لها معايير ليس بينها الحب، ليس بينها الحب، مش أحد أطرافها الحب، لا، ليس بينها الحب. من أبرز عناصر الإدارة إلغاء الحب، إلغاء العواطف. هو بيدير نادي الزمالك بعاطفته بحبه، ولذلك ما وصل إليه نادي الزمالك في عصر ممدوح عباس كارثي، كارثي بكل المقاييس. النهارده نادي الزمالك، وطلبت انا 100 مره ان نادي الزمالك تمسكه اداره محترفه، هيقبضوا الناس مش يدفعوا. تقول ممدوح عباس دافع 50 مليون، لا، انا عايز ناس مليونية. انا عايز ناس تدير نادي الزمالك وتاخد 50 مليون، مش تدفع، تاخد من نادي الزمالك، بس تجيب لنادي الزمالك 200 مليون، تجيب له 20 بطوله، تجيب له القاب، تجيب له جمهور، تجيب له لاعبين. طب وليه يا دكتور علاء الناس دي يعني اللي زي ممدوح عباس معاها فلوس كتير، ليه ما بتجيبش ناس فاهمه تدير تحتها وتدفع لها؟ سؤال رائع جدا جدا. ممدوح عباس حقق في عمله الشخصي من المال الكثير وربنا يزيده. حقق من النفوذ لدى الوزراء الكثير. ممدوح عباس كان جاله وقت كان يروح يقابل وزير البترول من غير استئذان ومن غير ميعاد والباب يتفتح. عنده مال وعنده نفوذ، باقي ايه؟ شهرة. ما هو البني آدم يطمع في المال والنفوذ والشهرة. فجاله الاثنين دول نقصوا الشهرة. الشهرة تيجي منين؟ مفيش أكبر من الكرة ومن نادي الزمالك. فطمع في الوصول إلى هذا الأمر، الشهرة دي يتركها بالبساطة دي لناس تانية تدير. ممدوح عباس لازم يدير، ولازم يتكتب كل يوم ممدوح عباس قال ايه ورضى ايه ووافق ايه ولازم صورته تطلع. انما لو هو عطى واحد تاني يدير، صورة اللي بيدير هي اللي هتطلع، ممدوح عباس مش هيبقى موجود. يبقى عنده المال والنفوذ والشهرة راحت منه بمزاجه، وهو رايح لها قاصد وماسك فيها بايده واسنانه. فيبقى اوعى تعتقد ان ممدوح عباس او غير ممدوح عباس من رجال الاعمال الباحثين عن الشهرة على طريق كرة القدم، وده طابور طويل، طابور طويل قوي 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 منذ زمن طويل. دخل فيه جبابرة دخلوا أغنى، يعني من أول عبود باشا. عبود باشا كان أعظم اقتصادي في مصر في الأربعينيات، وما كانش حد يعرفه إلا لما بقى رئيس النادي الأهلي بس. يعني طبعا. عبود باشا ما حدش عرفه غير لما بقى رئيس النادي الأهلي. عثمان بيه اقتصادي خيالي، عثمان أحمد عثمان خيالي، شخص مصر تدين ليه بالفضل. انما جزء كبير من شهرته تحقق لما بقى رئيس النادي الاسماعيلي في منتصف الستينات، ولما كسبوا الدوري العام وكسبوا. يعني كلام حضرتك ان الاستاذ ممدوح عباس لا يصلح لرئاسه نادي الزمالك؟ 100% لا يصلح لرئاسه نادي الزمالك، لا هو ولا كثيرين من رجال الاعمال اللي دخلوا نفس الطريق ده. دكتور علاء، هنروح لاقوى ملفاتنا دلوقتي.